هنحتاج كوباية نشا، وضروري ننخله الاول عشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات. استخدم صينية او طاسة مانعة للالتصاق. هحط كوباية من الغرة، وما تنسوش تعايروا الغرة بنفس الكوباية اللي استخدمتوها مع النشا. بعدين نزود معلقة كبيرة من الخل او الليمون، وبعدين نضيف معلقة كبيرة من زيت الاطفال، ولو مفيش ممكن نستخدم زيت الطعام. نضيف معلقة كبيرة من الجليسرين. بعدين نخلط المكونات السائلة دي مع بعض كويس. هضيف النشا بالتدريج، يعني نحط معلقتين ونقلبهم، لما يختفوا نزود معلقتين تاني لحد ما نخلص الكمية كلها. واخر مكون معلقة كبيرة من الشمع المبشور، ونقلب كويس. هنشغل النار على اقل حاجة. مهم بقى نقلب تقليب مستمر عشان ما تكلكعش او تتحرق او تستوي من جزء اكتر من التاني. العجينة هتبدأ تلم معانا كده، وهنفضل مستمرين في التقليب لحد ما العجينة كلها تتلم على المعلقة. استخدم الفازلين او حتى اي كريم مرطب، نحطه على ايدينا كده وعلى السطح اللي هنشتغل عليه، ونبدأ نعجن العجينة وهي سخنة حوالي 10 دقايق. نتيجة لما نعجن العجينة كويس